إدارة الأهلي قررت تشرب جمهور الأهلي البحر. في حكمة بتقول إن أنت مش محتاج تشرب البحر كله عشان تكتشف إنه مالح. أنت قررت تشرب البحر كله. أنت ما اكتشفتش إنه مالح مع خسارة السوبر الأفريقي. ما اكتشفتش إنه مالح مع الأداء الباهت أمام سيراميكا في السوبر المصري. ما اكتشفتش انه مالح في مباريات متتاليه مع الغريم المباشر ليك وهو في اسوأ حالاته وانت بقى معاك سكواد اعلى منه بكتير قوي ومع ذلك مش عارف تكسب. انت ما اكتشفتش انه مالح وهو بيخسر من باتشوكا في مباراه هي الاسهل وبيضيع عليك 2 مليون دولار من الهوا. انت ما اكتشفتش انه مالح وهو بيتعادل مع بيراميدز رايح جاي في مباراتين انت كنت تقدر تكسبهم بسهوله. انت ما اكتشفتش انه مالح وهو يعمل كل موبقات كره القدم لمجرد ان انت عايز تساند. اداره النادي الاهلي قررت تساند كولر، بس اللي عارفه كويس قوي ان اللي بياخد قرار يستحمل تبعاته. كابتن الخطيب ومجلس ادارته عملت كل الاخطاء الكارثيه في الناحيه الاداريه السنه دي لكرة القدم في النادي الاهلي. بيبني وبيشتري لعيبه وبيجهز لمونديال الانديه، كل ده احنا معترفين بيه، ولكن اداره ملف الموسم هي اداره سيئه جدا. اقول لك بقى على ان الراجل ده قرر انه مش عايز معد نفسي، وان احمد ابو الوفا جيب العقل، اللعيبه مش مقتنعه بيه، وان اللعيبه حاسه انه جبان، وهو جبان على فكره لانه كرويا الراجل ما عندوش الجرأه اللي لازم يتمتع بيها المدير الفني اللي يدرب نادي بحجم النادي الاهلي. لاول مره على ارضه يخسر من اورلاندو على ارضه، ويسيب الاستحواذ لصن داونز بنسبه تفوق ال 60 65% على ارضه، ويتعادل معاه في بريتوريا وهو سايب استحواذ 72%. واحنا قلنا واقعيه، لان في الكوره في واقعيه، بس انت في الواقعيه دي انا بلعب تحت الكوره وبيبقى عندي استراتيجيات للنقل الكوره والتحول من حاله الدفاع للهجوم واللعب المباشر على الجون، والكلام ده كله ما كناش بنشوفه، خاصة النهارده بقى واحنا بنخرج من افريقيا واحنا بنودع افريقيا. وعلى فكرة المنطق في الكورة انتصر النهارده. النادي الاهلي قدم شوط دفاعيا جيد وقدر يتحول في كورتين، واحدة خلص بيها طاهر والتانية امام ما قدرش يخلص بيها. غير كده مفيش. الاهلي ما راحش، الاهلي ملوش اي فرص. صن داونز سجل جون وضيع كتير. صن داونز واقف على رجله وبينقل الكوره وبيتحكم في رتم الماتش وبيلعب، بيحاول من ناحيه اليمين وبيحاول من ناحيه الشمال وبيحاول من العمق. انت عملت ايه عشان تصعد؟ ما عملتش اي حاجه. كل اللي عملته ان انت جددت الدعم او جددت الثقه في كولر. كولر بعد مباراه النهارده اتمنى انه يكون هو واخد قرار انه خلاص كفايه كده، تجربه، قدرت احقق كل حاجه الموسم اللي فات وقدرت كمان اخسر كل حاجه الموسم ده بمساعده الاداره. هو كل العك اللي حصل في التغييرات النهارده لمجرد اديني بغير. طب اديك خرجت، يلا انت بتغير واديك خرجت. ما هو احنا عايزينك تغير، احنا مش عايزينك تقتل اللعيبه في الملعب، ولكن عايزينك تغير صح، عايزينك تعمل كوتشنج صح. يا سيدي احنا لا عايزينك تغير ولا عايزينك في النادي. سلام عليكم.